السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. والنهارده ان شاء الله هنعمل السمسميه والفوليه بطريقه سهله جدا جدا، هتطلع معاكي ناجحه وهشه وخفيفه ومش هتشتريها من بره تاني. بصراحة الخامات كمان غالية، وعلشان تعملي حلاوة المولد برضو هتكلفي وهتصرفي، لكن مش هتبقى زي الجاهزة. الجاهزة أسعارها خيالية، وهي أساسا سهلة جدا وخطواتها بسيطة وهتنجح معاكي لو حتى بتعمليها لأول مرة. هقولك المقادير بالكوباية وبالجرام، وهكتبها لك كمان في صندوق الوصف، وإن شاء الله تجربيها وتنجح معاكي جدا، وهستنى رأيكم في التعليقات. بس حابة قبل ما أبدأ أقولك لو أول مرة بتشوفي القناة ياريت تشتركي فيها ولايك وشير إذا عجبك الفيديو. يلا نسمي الله ومننساش نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ على طول. اول حاجه خالص لازم نعملها قبل ما نبدا في الخطوات بتاعتنا ان احنا نجهز الادوات. هنجهز الصينيه اللي هنصب فيها السمسميه والفوليه، وهندهن كل الادوات بتاعتنا بالزيت علشان ما تلزقش. يعني هندهن الصينيه نفرشها كده كيس بلاستيك او ستريتش، وهنبتدي ندهنها كده دهنه بسيطه من الزيت. وكمان السكينه اللي هنقطع بيها والمعلقه اللي هنقلب بيها، وكل الادوات بتاعتنا لازم تدهن كويس جدا، علشان كمان احنا لما هنبتدي نعملها وننزلها من على النار لازم نشتغل بسرعة جدا قبل ما تنشف. اول حاجة السمسمية، دول 400 جرام من السمسم. جبتهم من عند العطار، سمسم محمص عادي، ممكن طبعا تجيبي الابيض لان كده كده احنا هنبتدي نسخنه شوية ونحمصه على النار. هنجيب طاسة نحط فيها كوباية الا ربع من السكر، بالجرامات 150 جرام، عليها ربع كوباية من المية يعني 50 جرام، وعصير نص ليمونة وفانيليا، ممكن نستبدل الفانيليا بماء الورد او ماء الزهر، ومعلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. هناخد الطاسة بتاعتنا دي كلها وهنرفعها على النار، على نار وسط، هنقلبها كده تقلبتين ونستنى لما تبتدي تغلي، وهنبتدي نتابعها بقى وهقول لكم ازاي. ده السمسم هنحطه في طاسة تانية وهنهدي النار جدا، احنا بس عايزينه يبقى سخن، يعني السمسم بتاعنا ده محمص مش هنحمصه، عايزين بس نسخنه علشان لما ننزله على العسل يتقلب بكل سهولة وما يكتلش. العسل بتاعنا لسه ما خدش اي لون، هو احنا هنختبره بس اول ما يبتدي ياخد لون. هو دلوقتي لسه ما خدش اي لون، بس برضو هختبره هوريكم الفرق. باخد كده معلقه منه وبنزلها في كوبايه ميه متلجه، وهبتدي اشوف القوام بتاعه. لسه طري جدا جدا، ما هتحولش معايا الكوره ولا ناشفه ولا حتى طريه. فهستنى عليه لسه شويه على النار وهقلبه تاني لحد ما بصوا ابتدى ياخد كده لون من الجوانب. هبتدي كده اساعد وادخل بالمعلقه واقلبه لحد ما كله يبقى لونه موحد. وهجيب الكوبايه بتاعتي اللي فيها ميه ساقعه، وهاخد شويه كده من العسل وهوريكم كده شكل الكرة اللي المفروض تتكون. الكرة الصلبة اللي هي الهارد بول، يعني لما هاجي اختبرها كده تتكون معايا كرة مش طرية، كرة بتتكسر. بصوا ده شكلها، شايفين عاملة ازاي؟ كده خلاص العسل وصل للدرجة اللي انا عايزاها. هبتدي انزل عليها ربع معلقة صغيرة بيكنج صودا اللي هي الكربونات اللي بنستعملها في الطعمية، وهنقلب كويس قوي. البيكنج صودا دي هتخلي الحلاوة بتاعتنا هشة، وكمان هتكسر العرق فيها، هتخليها كده ما بتشدش. هننزل بقى السمسم وهنقلب كويس جدا وبسرعة. وهناخد الطاسة بتاعتنا دي هنفضي كل المكونات في الصينية اللي احنا جهزناها وفرشناها بالكيس، وهنبتدي نفرد. طبعا هي دلوقتي سخنة جدا جدا، هنبتدي نفرد بقى بايدينا لو استحملنا، طبعا هي بتبقى سخنة بس بقدر الامكان كده على قد ما نقدر، علشان لو سبناها وصبرنا عليها شوية هتنشف ومش هنعرف نفردها ولا هنعرف نقطعها. ممكن في المرحلة دي تضغطي عليها بهرسة البطاطس او بسباتيولا تكون كبيرة. انا تنيت الكيس كده وحاولت ان انا اضغطها، فالحمد لله وصلت للدرجة دي، ورقيقها على قد ما تقدري. وخلاص كده هنقطعها بقى بالسكينة او بالمقطع اللي احنا دهنينه برضو بالزيت، وهنسيبها لحد ما تبرد. هنعمل الفوليه بنفس الطريقه ونفس المقادير، برضو 3 ارباع كوبايه من السكر، عليهم ربع كوبايه من الميه، عصير نص ليمونه، وفانيليا او ماء زهر او ماء ورد، ومعلقه كبيره من عسل الجلوكوز. والسوداني بيتحمص جنبي على النار، يعني انا برضو بسخنه مش بحمصه. هستنى على الشربات او العسل لحد لما يوصل لدرجه اللون اللي انا عايزاه، اللي هو اللون الذهبي البسيط ده زي ما انتم شايفينه كده بالظبط. هزود الكربونات في المرحله دي وهقلب بسرعه، وهنزل السوداني وهقلب الخليط كويس جدا وبأقصى سرعة ممكنة، وهنزله على طول على الصينية اللي انا دهناها برضو فرشاها بالكيس البلاستيك المدهون بالزيت، وهبتدي افضيه واضغط عليه واسويه، وهقطعه بنفس الطريقة اللي عملنا بيها السمسم بالظبط. هنعمل السوداني، ولو عايزة برضو تعملي الحمص هيكون بنفس الطريقة. هنا انا على قد ما بقدر كده بفردها برضو بالنشابة الصغيرة دي، بتساعد قوي في الفرد. بنعمه، يعني بنعمه وبفرده لحد ما اوصل للسمك اللي انا عايزاه. وبالسكينة المدهونة بالزيت ببتدي اقسمه واقطعه،
وهسيبه برضو، انا ما بدخلوش تلاجة ولا حاجه، بيتساب طبعا في الجو الطبيعي العادي كده في المطبخ لحد ما يبتدي ينشف. يعني عايز له تقريبا ساعه الا ربع او ساعه، ويبتدي بيبقى بالشكل ده. شايفين شكل بقى السمسميه عامله ازاي؟ خفيفه جدا وهشه، وانتوا شايفينها طبعا هي بتتكسر بتتفصل من بعضها بكل سهوله. ودي برضو الفوليه جميلة جدا جدا، وبصراحة ناجحة جدا وزي الجاهزة واحسن كمان. كفاية ان انت عاملاها بايدك في البيت وضامنة نظافتها، وتفرحي ولادك كده وانت بتعملها لهم. وكل سنة وانتم طيبين. الحبة اللي احنا عملناهم دول، شوفي لو اشتريتيهم جاهزين هيبقوا بكام. تقدري تغلفيهم بقى كل قطعة كده بستريتش او اكياس بلاستيك تقطعيه صغير علشان تحافظي عليها من الرطوبة وما تطراش بسرعة. غلفنا كل قطعة زي ما انت شايفة كده. هنجيب بقى علبة كده شكلها حلو، وهنحط فيها السمسمية والفولية وكمان الملبن الأحمر اللي احنا عملناه اليومين اللي فاتوا والجوزية. وهنكون علبة حلاوة موسم جميلة جدا جدا. شايفة شكلها يفرح ازاي؟ وبس كده الفيديو بتاعنا خلاص، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش لو جربتوها تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. وشكرا ليكم، كل سنة وانتم طيبين، سلام عليكم.